على المسرح بخاف ما انه يطلع حدا من يلي ضدي سياسيا ويعمل شيء هيك يزعجني تكون انت انه يمكن عم بتقلد او شيء عن من الخط السياسي او اللي هو لا، موجود منه. يمكن مش بالضروره اكون انه عم بعمل شيء سياسي، بس هيك اذا بده يحارتي مثل ما بقولوا او لانه بيعرفوا انه انت يمكن شوي مش من نفس الاتجاه. ايه، يعني ياخذها مثل حجه او فرصه يقدر يعمل شيء يضايقني فيه. بس الحمد لله هلا ما صارت. لك مين بحبه كتير هيدا تعطيني بعوسه، بما انه في هيدي بعوسه بدك تنفذيها ما بفهم ولا ما بقول. عادل كرم او فادي رعايده؟ عادل كرم، لانه فادي رعايدة مقطعنا هو يعني صار لي شيء 20 سنه مش حكي. نعيم حلاوة، أهلا وسهلا فيك بفانتاستيك، الاسم يلي بيرافق الكوميدي اللبنانية. بدك تخبرنا كيف بلشت وأيمتى كانت أول مرة حسيت فيها إنه أنت حتكون ممثل كوميدي؟ كيف بلشت يعني على التلفزيون؟ لانه انا مبلش قبل. اول شيء مرحبا، كيفكم؟ وميرسي لاستضافتي. بس لانه انا معود كتير اجي اسجل هون صوت، تخيل حالي انه شغله عاديه. البدايات كانت اذاعيه، بعدين انتقلت على التلفزيون. هيدا عم نحكي بالثمانينات، يعني كان عمري وقتها شيء مهندس. ومنيح. ايه، فبلشنا اول شيء اذاعه، بعدين باول بال 94 انتقلنا على الام تي في، كانوا عم ببلشوا جديد وعملنا اسال شيء كاول اطلاقه. يعني هذه كانت. مين اللي وقف حدك بس أخذت هذا القرار إنك تفوت على هذا المجال؟ هلا اللي وقفوا حدي اولا عائلتي واخواتي، شجعوني وساعدوني، وبيي شجعني وكل شيء. بس هن كمان بالام تي في وقتها هن كانوا يعني يلي دفشوني دفش، صار يقولوا لي يلا اعمل شيء، لانه كنت اعمل برنامج مثله على الاذاعه اسمه شو عم بصير، نكت وسكتشات وهيك. فوقتها قالوا لنا هذا الشيء بينعمل على التلفزيون لما نبلش. فبلشوا هن يذيعوا اولا هيك شو بسموه بس تجريبي، يعني برامج تجريبيه هيك مثل اغاني وفيديوهات. صار يقول بهالوقت اكون انا عم بحضر حالي وهيك. اخذت معنا شي سنه يمكن تحضيرات، عملنا اول حلقه البايلوت ومشي الحال. بس طلعت أول مرة على المسرح، تتذكر شوي الشعور كيف كان؟ بعدني لهلا قوي ذاته. انا كل ما عندي تطلع على المسرح بتحس نفس الشعور؟ انه اخف شوي، بس انه بالاول كانت كتير، بس بعدها موجوده. لانه هيك اوقات بحس حالي بمواجهه الجمهور اللايف هيك المزبوط. يعني عندي يمكن شويه خجل، شويه يعني ما عندي يمكن اوقات سرعه بديهه مثل ما لازم. فهدول الاشياء بخلوني انه اوقات هيك يعني ما اكون بكامل طاقتي او ارتياحي. بس مش انه هذا الخوف. هلا يمكن اول ما اطلع بتكون بتحس انه في هيدا تحدي كبير، انه بس يا بدك تنجح ايه يا بدك تفل، انت منك راضي عن حالك. ايه شي مره حدا ما ضحك لك؟ ايه شو حسيت؟ شو كنت تحس شو بوقتها؟ حسيت؟ هيدي لا مثل زمان. لا ليك تقول لك شو حسيت، انه وقتها لما تكوني انت عندك هيك مفكرتيها نكته قويه وبدها تفقش، يعني تعمل مفعول، بيصدموك شوي، بتحسي انه يمكن بيأثر عليك على غير اشياء بنفس الاطلاله. بس بعدين صرنا مع الوقت نعرف انه الجمهور مش دايما بيكون بيضحك على صوت عالي، يعني بيكون مبسوط من جوا، عم بيحب بس ما بيعبر. بس ما بيعبر. يعني بنفكر اوقات العرض كتير هابط وما كان فيه تفاعل، بس لما نخلص بنلاقي كلهم ورا بعض على نفس النغمه، شو حلو وشو حبينا وشو انبسطنا وشو ضحكنا، مع انه ما كنا شو الرساله او شو الهدف اللي بتحب انت الجمهور يتلقى؟ يعني شو الرساله بتحب انت بس تكون عم تقدم هيدا العمل الكوميدي؟ شو بتتوقع او بتنطر من الناس انه هي تكون عم تاخده؟ هلا اوقات في نوع من النكت هيك فيهم عبره معينه، فيهم شيء حمق معين، بحب انه توصل لهم الفكره، يعني مش بس يفكروا انه نحن شغلتنا انه نعمل تهريج او اشياء هيك يعني بالشكل. بدنا يكون الشكل والمضمون اللي عم نقدمه يستوعبوه ويوصل لعندهم، يعني نعرف نسلمهم اياه. هيدي بتكون. بتخاف اكثر انه ما تضحك العالم او انه تضحكهم بس ما تكون غيرت شيء فيهم او ما تكون اثرت فيهم؟ هو اهم شيء، لانه نحن شغلتنا نضحك، هيدي بالاساس. يعني اذا تضحكوا بتكون عملنا تقريبا المهمه الاساسيه، بس اذا مرفقه بالشيء اللي عم نقدمه كمضمون بتكون احسن واحسن. يعني اثنيناتهم بدنا اياهم، بس بنكتفي يمكن اذا تضحكوا بنكون عملنا مهمتنا. اليوم لو ما كنت ممثل كوميدي شو كنت تشوف حالك؟ باي مهنه؟
صراحة من بعد ما فت بهالاجواء على كل هالسنين ما بقى يعني نسيت. راسي عم بيشتغل انه بس اذا فكر اذا هلا بهالشي. قلنا لك مثلا عندك هيدا الخيار انك تختار اليوم مهنه جديده، هلا شو يمكن بتحب تعمل؟ بدك نعتبر الاذاعة منفصلة لانه انا بحب الاذاعة، لا بحب شيء كون ما خصه مذيع. بكل مجال كل شيء الكاميرا entertainment والتلفزيون ولا شيء هيك غريب شوي. دعايات، اعلانات، بحب اعمل اعلانات كمان، كمان. هيدي ضمنهم كمان شيء ما خصه بالكاميرا، شيء ما بيطلع على الكاميرا. لا هيدي مش كاميرا. اعلانات انت تحضر ايه لاعلانات. شركة اعلانات او بشتغل لا لانه عندك هيدي سرعه البديهه وبتركب القصص على بعضها. مش سرعة يمكن البديهة، عندي انه اقدر اذا حطيت راسي بشغله بقدر قوية تبين يعني. مرة كان عندي شركة اعلانات بس لانه ما ركزت عليها كتير كملت بالتلفزيون وهيك. هلا اذا بدك شيء كليا مختلف، شو بدك؟ حكيم اسنان؟ لا انت شو بتحس حالك كنت انه بتكون غير حكيم السواني. اليوم نعيم انت عندك مسيره على المسرح ومسيره كمان على التلفزيون. مم. اي جمهور بتحس تستقطب اكثر، جمهور المباشر ولا جمهور خلف الكاميرا؟ هو لما اكون عم بقدم اشياء ورا على التلفزيون ورا الكاميرا بكون مرتاح اكثر. اوقات بكون في اشياء بتنعمل مرتين وثلاثه اعادات ونعمل مونتاج وهيك، فبعتقد اريح لي انه على الكاميرا. بس هو شو بيقولوا المحك الفعلي يعني التجربه المضبوطه هي على قدام العالم مباشره. هون بتقدري اولا تعرفي قديش كميه الضحك اللي عم بيكونوا على الشيء اللي عم بتقوليه، اذا ناجحه النكته او لا، وبعدين بتشوف اذا قدرت تضحكيهم او لا، والتفاعل اذا قدرت رديت عليهم صار في نوع من الحوار بينك وبين الجمهور. فهي اصعب شوي بس هي الاصليه اكثر تقدر تعرفي. سبقت عليك بدي لك وين بتحس حالك مرتاح اكثر؟ لا مرتاح اكثر على التي في. على التي في لانه يمكن مش ايه محطوط تحت الامر دغري بدك العالم قدامك، يمكن تغلبت يمكن 100%. كثير عالم كثير ممثلين بيتعرضوا لانتقادات. شي مرة أنت وعلى المسرح سمعت انتقاد من حدا من الجمهور هو قاعد؟ لا الحمد لله ما صارت بعد، بس أنا أوقات بكون عتلان هم يطلع معي حدا، لأن أوقات أنا سياسيا يعني محسوب شوي على فئة معينة. أنا يعني حاطط حالي كان في ضلني نوتر ومش معروف، بس أوقات على فيسبوك وتويتر في عالم شوي بتتهمك إنك يمكن بتستعمل البارت السياسي كمان يمكن الفيوز. شو بتقول له العالم؟ هلا هدول انا ما يعني يقولوا شو ما بدهم، بس انا بعرف حالي انا بكون عم بعبر عن اراء معينه، عن قناعات معين يعني. مش انه ما بدي يكونوا كتار ولا قليل، انه الحمد لله في عندي ناس متابعيني. فعلى المسرح بخاف ما انه يطلع حدا من يلي ضدي سياسيا ويعمل شيء هيك يزعجني. تكون انت يمكن عم بتقلد او شيء عن الخط السياسي اللي هو موجود منه. يمكن مش بالضروره اكون انه عم بعمل شيء سياسي، بس هيك اذا بده يحارتي مثل ما بقولوا، او لانه بيعرفوا انه انت يمكن شوي مش من نفس الاتجاه. ايه يعني ياخذها مثل حجه او فرصه يقدر يعمل شيء يضايقني فيه. بس الحمد لله هلا ما صارت كثير. اليوم اي شخصيه بتحسها هي الاقرب لنعيم حلاوه؟ الشخصيه الاقرب هلا بحب شخصيه ابو عبده، مع انه في كتير ما بحبوه يعني. اعطينا شوي. عرفنا يا زلمه. هلا السؤال بدي هلا اسالك اياه، بدك تجاوبني بطريقه ابو عبده. اليوم بعد تجربه لك مين بحبه كتير هذا تعطيني باوسه، بما انه في هيدي باوسه بدك تنفذيها ما بقول. اليوم بعد تجربه طويله ابو عبده، بتحس المشهد الكوميدي بلبنان تقدم ولا تراجع لورا؟ هو ابو عبده عن ابو عبد لا بطريقه ابو عبده. كان نسيت. لك يا عم بطريقه ابو عبده رح خبرك خبريه. هو المسرح بلبنان وعلى الكوميديا عم نحكي بشكل عام. الكوميديا ما هي الكوميديا مع الوقت بصير بدك تعطيها دائما زياده، الجمهور بيطلب اكثر ما بيشبع، بصير بدك تقوي له العيار. وخاصه هلا الشباب هو الجداد على مواقع التواصل عم بيقدروا انه يعملوا. رح نرجع لنعيم حتى ما تنفهم يمكن. بطل مفهوم شو عم بحكي اصلا. شو دغري تعبتوا من مش تعبت، بس بدي اوصل الفكره هيك طالعين شوي ما تطلع ما تنفهم بطريقه يمكن غلط. لا انه نحن قصدي انه على المسرح، شو على المسرح قصدي انه الكوميدي اصعب شوي مع الوقت، بدها تصير اصعب لانه الجمهور عم بيغير شوي يعني، بصير بده متطلبات اكثر. وبعدين في هلا كميه مواقع التواصل هول الشباب الجداد يعني كل واحد بيطلع بيعمل، فصار في نوع من انه
تغيرت النظرة للكوميديا. هلا نحن نعرف انه مع الوقت بتغير، مثلا نحن هلا ما بقى نحب اشياء كتير كنا نحضرها من زمان نحن وصغار نحبها، مظبوط. فحسينا انه هوليك صاروا قدماء ولديات، مر عليهم الوقت، يعني اكسبايرد هيك. هلا كل فترة بتحسي بدك تجددي بالكوميديا. اليوم عم نشوف في كتير عالم عم تطلع على وسائل التواصل، تيك توك أكتر شيء، عم بيطلعوا عم بيقلبوا حادثة أو شيء معين عم بيعملوه بمشهد كوميدي. بتحس هذا الشيء قادر يوصل مثل ما كان المسرح يوصل الفكرة؟ شو بتعتبر هذا هلا هون عم بيصير في نوع من الاستسهال بالشغل. نحن بالاول لما كنا بنعمل شيء في شيء اسمه برودكشن، بدك تعمل الفكره مزبوط وتدرسيها وتشوف شو بدها اغراض واضاءه وكذا. هلا هون الاستسهال صار في كتير انواع من الكوميديا او من النقد اذا بدك نسميهم، فصار كل واحد مثلا في شيء مش عاجبه بيطلع بصور حاله بفيديو بينتقد وكذا، او بيعملوا ضروبه اوقات بتطلع الكوميديا على فارس على هيك مقالب، او شو كمان في نوع اكثر شيء بيعملوا اوقات سكتشات وبيعملوا بين بعض بالبيت. يعني هيدي الجديد كتير الاهل، يعني هيدي من زمان ما كان حدا بيحلم انه يعملوها، فبصير واحد هو امه بيعمل سكتش او هو سته او هيدا القصص يعني. ايه هيدا الشيء اللي عم بخلي يكون هيدا النوع من الكوميدي صار هلا طاغي وعم بيقوى على الاشياء المضبوطه هيدي الكلاسيكيه اللي كنا نشتغل يعني. عم نشوف كتير ستاند اب كوميديز جداد هلا بلبنان، شو رأي نايم حلاوة هلا كمان بالافكار اللي عم تنطرح وبالاسلوب اللي عم بيكونوا عم بيوصلوا فيه النكته؟ هلا هو هيدي كمان مثل موجة يمكن تستمر. هلا كانت مبلشة قبل بلاد برا أكتر من هون، بس في فترة هون قويت من شي يمكن 5 سنين أكتر شي لهلا. كمان نوع جديد وحلو، في عالم بفضلوه عن السكتشات، يعني بروحوا بحبوا يحضروا بالمسرح ناس عم بخبرون نكتة دايركت يعني، أو على شي نص ساعة 3/4 ساعة ساعة، يخبرون خبريات بتضحك بالقوة كمان أحلى وأقرب وأسهل. شو مرة حضرت بحضرهم كلهم رفقاتي وزملائي واصحابي واحبابي. ونحن كمان عملنا كم مره مثل ستاند اب. هلا بس عندي مثل عتب صغير او توقف عند نوع العيارات، يعني في ناس لازم يضلوا حافظين شويه هيك خطوط. بس اغلبهم عم بيكونوا هالشباب انه عم بيحكوا كانه مع حدا بالبيت معهم او قاعدين بالصالون، يعني يمكن هذه طريقه يعني بيطلع الكلام شوي جارح. عم بيكونوا في جرأة يمكن زيادة عن اللزوم، في وعم يجي كثير انتقادات على هذا الموضوع. في ناس عم بينتقدوا، في ناس عم بالقوة عادية انه يحكوا ما هيك نحن بنحكي بين بعض، يعني ليش ما بيحكونا بهي الطريقة؟ يمكن وفي كثير عالم بتفهم النكتة بطريقة يمكن مش مزبوطة. شي مرة واجهت هذا الحدث انه انت قلت نكتة او خبرت خبرية على المسرح، كان في حدا او انفهمت بطريقه غلط وانتشرت بطريقه انه انت يمكن كان قصدك غير شيء كليا. لا على المسرح لا، بس اوقات بصير معي هيك اشياء على الفيسبوك يعني. مزبوط، نحن بنشوف كثير بنتابعك وبنشوف قد ايه في مره ما بنفهم يعني. هلا اوكي اللي بينتقدوني عاده بشكل طبيعي اوكي، بس في مره او مرتين قلت اشياء انفهموا غلط وكانت لانه انت بتتابع كل حدث بيصير بلبنان. بنشوف انه انت منزل تويت او منزل بوست على فيسبوك، يمكن بتقوله انت بطريقه نكته، في عالم يمكن تفهمها بطريقه يمكن لا عادة بيفهمون، بس هن اللي بيكونوا نفس السياسه بلاقوها مهضومه، بس اللي بيكونوا سياسيا ضدنا. ما بحس انه هذا الشيء يمكن بيأثر على مسيرتك؟ بلا انه بيأثر على نص الجمهور تقريبا يلي كان دائما نحب، لانه بيقولوا لي كنا نحبك اكثر او كنت مهضوم اكثر بس عرفناك بس لما تكون سياسه مش من سياستهم تلقائيا بصير ماني مهضوم وما بحبوني. بس ما بتحس هذا الشيء غلط؟ يعني ما بتحس لازم اليوم الممثل او الفنان او حدا بيطلع على الاعلام لازم يكون هو موضوعي وما يكون عم يعطي رايه، بس يمكن بيعطي رايه اذا سئل، بس انت عم تقول انت بتحط بوستاتك وفي عندك فئه معينه بتلاقيها مهضومه لانه بتحسها انه انت عم تشد على نفس ان انت على نفس الموجه معهم. ما بتحس هذا الشيء شوي هو غلط؟ ايه منه مش مزبوط. لازم يكون الفنان او الممثل لكل العالم وما يكون يعني متطرف او اخذ طرف. بس انا يعني كنت عم بفصل حالي اوقات بقول انه هيك عندي طريقه اني اعبر عنها على التلفزيون، وهلا يمكن واقفه شوي وكذا، فخليني اعبر عن ارائي السياسيه كمواطن. هلا بيناتنا في كمان كتير اشياء مش بس سياسيه، بتكون اجتماعيه اوقات بتكون كمان بتنفهم. ايه اوقات جمله منطقيه بكون عم بحكي واحد بيعملوا اثنين، بس
لصالحنا، لصالح الفكره اللي براسي. حتى هيدي ما بيستوعبوها، بصير يقولوا شو بدك بالسياسه وانت شو فهمك. لا اللي بيقولوا خليك بالفن اوكي، بس شو فهمك بالسياسه؟ ليه انه هالقد بده واحد يفهم صح، ما بالسياسه؟ في كل حدا بيفهم بالسياسه، بس يمكن هن يعني مثل ما قلت قبل شوي انه خليك بالفن، لانه ممكن في عالم عن جد بتكون من الخط المعاكس، بس هي بتحبك وبتحب تمثيلك، فهذا الشيء يمكن بصير ياثر على جمهورك وعلى لا معك حق وعلى ومعك حق، شعبيتك. بس انه واحد ياخذ بعين الاعتبار انه هذا الفنان كمان عنده راي كمواطن. خلينا نعبر عن ارائنا، انه ليش تو واحد اذا بيشتغل شو ما كان بيقدر يعبر من عدل الفنان لازم يكون الكل. ما بعرف. اليوم تعتبر انه في خطوط حمر بالكوميديا اللبنانيه، واذا موجوده هل عم تتطبق؟ كانت موجوده اكثر من هلا عم بتصير فيها تفلت شوي عن الخطوط الحمر، وخاصه على المسرح. بس على التلفزيون في فتره كمان مرقت شوي هيك، في اشياء تابوات، في اشياء محرمات يمكن ما لازم نقرب صوبها، في ناس كانوا عم بيعالجوها بطريقتهم. بس هلا عم نشوف انه خاصه على السوشيال ميديا هالمواضيع صارت كتير عاديه، المواضيع اللي ما كان ينحكى فيها او كان يقولوا انه لا عيب او اكس ايجراج، هلا صارت يمكن عيب اذا انت ما حكيت عنه. ايه 100%. هذا الشيء هذا الشيء كمان مثل ما كنا عم نقول الاستسهال، يعني صار واحد عنده الوسيله بين ايديه هينه انه يعمل شو ما بده، ما بقى في الضوابط الا ما هو يكون مسيطر على حاله وعارف حدوده وين بده يتحرك. بس عاده عم بتصير الامور انه عم تفلت على الاخر، وخاصة إذا واحد منه كتير معروف فبيقدر يحكي أكتر بطريقة اللي بده إياها أكتر من شخص يكون معروف. بس بعتبر إنه في منهم عم يستغلوا هيدا الشيء تينشهروا. إيه صح في كتير هيدا الشيء بتعتبره غلط ولا؟ لا ثابت إنه نحن بزمن هلا التكنولوجيا وبزمن في إشياء بين إيدينا، يعني لازم نستعملها، لأنه هيدي الوسيلة موجودة عند كل العالم. صارت هون القصة مين أشطر إنه كيف يستعملها، يسوق لحاله يعني، ويستعملها لهيدي الوسيله. عرفت كيف؟ فثابت نحن بهيدي الفتره من الزمان عم نشوف هيك مواضيع. بتعتبر نعيم انه اليوم الممثل الكوميدي مظلوم قدام الممثل الدرامي؟ مش منعطاكم المساحه يمكن اللي منعطايه للدراما؟ نحن وضعنا شوي مختلف، لانه بلشنا من زمان وعنا كان استمراريه على كذا سنه. في ناس مثلا بيطلعوا موسمين بوقفوا بيرتاحوا بيرجعوا. نحن على فرد سحبي يعني اللي بدنا نعمله عملناه الحمد لله، وحتى ماديا انه واحد اعتبرناها مثل كانه مصلحه، يعني مثل شغله ماشي مستمره. وكان عنا كمان طلعات من البلد دعموا المسرح هون، فكانت منيحه. فالوضع تبعنا شوي مختلف عن باقي الناس اللي بيعملوا كوميديا بلبنان، او معظمهم، مش الباقي، في كتير يمكن مثلنا. بس اذا ما ناخدها من حيث الماديات انه بين الدراما والكوميدي، هلا يمكن الدراما بيطلع لهم اوقات اكثر، بس بيكون عندهم اوقات فترات ما بيشتغلوا فيها ينطروا. هذا الفرق. نحن كان عندنا هيدي الاستمراريه كل الوقت، فما حسينا بهيدي الوطأة انه نحن يا ريت كنا دراما اكثر من كوميدي. بتشوف حالك بدور درامي؟ لا اذا انعرض عليك ما بتاخده؟ ما عم بينعرض، ما هي المشكله. ما عم بينعرض، ما اذا انعرض بتفكر فيه؟ هلا بنشوف اول شيء شو نقرا النص شو هو وقديش رح يعطونا عليه. بس لا القصه مش عم بيجربوا انه ما عم بيشوفوا فيه شيء له علاقه بالدراما. ما عم بيشوفوا شيء غير انت معقول تكون عم بتضحك. ما بعرف يعني هن هدول شركتين ثلاثه الكبار، اوقات بلتقى بناس من الشركه يعني بيقولوا لي كيف حبوني وكل شيء، بس ولا مره قالوا لي تعال نجرب نعمل يا اخي مشهد دليفري بوي او واحد عم بغسل سياره على الطرمبه او شو ما كان يخطر على بالهم يقولوا. ما بعرف ليه، يمكن انا اذا بيطلع بالمشهد بنزعلوا الدنيا كلها، بقولوا هيدا كوميديا يعني. ما بيستوعبوا يمكن انه اعمل شيء جد. لا لانه هلا اصلا قبل ما نبلش الحلقه بعدنا قاعدين كبيت يعني خلص العالم اخذوا هيدي الصوره عن نعيم حلاوي، بس اوقات بتقول لا يا ريت مش هالقد اخذين او مش هالقد. انا كنت يمكن اذا طلعوا فيه يمكن بيتذكروا مشهد او نكته انا مخبرها وبيضحكوا. يمكن هذا الشيء مثل ما هلا عم تقول ما عم ينعرض عليك، واقف بوجه انه انت تفوت على الدراما. ما هو هيك. بس في مره صورنا شغله، بس بعد ما مرقت هيدي لايت كوميدي يعني مثل كوميدي. الدراما بس انا عليها بالكوميدي. لا نحن عم نحكي دور الدراما. بس في رفقاتي كمان بالدراما بالكوميدي صاروا يعني مثلا عادل شفنا وعم نشوف رولا عملت مره شغله يمكن المسرحيات وانجو بتعمل كثير اشياء دراما.
يمكن عباس كمان مثلي، ما بعرف اذا طلع بشيء. المهم انه ما عم بشوف فيها شيء، يا ريت بس يدقوا بابي تقول لهم لا ما بدي. اليوم عم نحكي عن أنجو وعادل، عم نشوف إنه عندهم مسرحيات. عنا مسرحية عادل مع جورج خباز، وعنا هلا أنجو عندها كذا مسرحية. بتروح بتشجعهم، بتحضرهم، بعدك على تواصل اكيد 100%. دايم معهم. 100%. انجو صرت حضر لها شي مرتين ثلاثه، هن المسرحيتين عندها اسم الله، يعني حدا بيعمل مسرحيتين مع بعض هون في خشب كتر خير الله. يعني غريب، يعني وضعها كتير. بعدين عندها هيدي الساعه ونص، يمكن لا ساعه وربع نفترض على فرد سحبه لوحدها. قد ايه صعبه؟ صعب كتير. كيف بدها تتذكر كلهم ورا بعض؟ دائما بقول لها السؤال، بتقول لي خلص تعودت عليها. بس الاصعب انه عم تعمل مسرحيتين، يعني مره بتعمل هي مره هي، يعني بدها قالي يضيع هو قد ايه صعب. غير انه بس بدها تتذكر هي وعلى المسرح. هيدي المسرحيه عم تنعرض كذا مره. بس كون الممثل عم بيعرض هيدي المسرحيه اكثر من مره، بتحس انه عم بيضله قادر يوصل المساج نفس الطريقه مثل اول مره. هي اسم الله عندها القدره، لانه انا مجربها حاضرها يمكن مرتين بمرتين للمسرحيتين، وبحس اني عم بحضرها لاول مره، بحس هي عم تعطي كأنه لاول مره، والجمهور عم يتفاعل معها بشكل. عندها موهبه خزنان عنا كتير قويه. وعادل وجورج حضرتهم كمان نص كتير صعب، يعني في حفظ. كسرت الارض، وبعدها هلا عم تنعرض. كل مره بيقولوا هدول اخر جمعه برجع بيجددوا شو سر نجاح المسرحيات بتعتبر؟ مش الكوميديه، لانه هلا عم نشوفهم هن بمسرحيات مش كوميديه، يمكن بيقطع شوي نص. بيقطع بس منن بيور كوميدي او مثل ستاند اب كوميدي. شو الشيء اللي بيساعد على نجاحك هيك؟ بعتقد اهم شيء النص. لما يكون النص قوي والفكره قوية والحبكه وهن يعرفوا يأدوه للدور، هيدا الشيء اللي بتنجح. بعدين في وراهم يعني برودكشن، طاقم عمل كتير في برودكشن حلوه وراهم بتساعدهم، وما عم يشتغلوا انه هيك بس تنشتغل. قد ايه مهم الشخص اللي بيكون قبيل الممثل، بس تكون عم بتمثل. قد ايه مهم انه شخص يكون اول شيء مريحك، ويكون يمكن على في كاريزما. اكيد ضروري يكون في كاريزما، بيكون على يمكن نفس النوع الكوميدي او نفس الموجه. بتساعد كثير اكيد. مين اكثر حدا بتحس حالك انت قادر تكون هو معك على نفس الموجه؟ هلا انا والشباب لما كنا يعني مع بعض، كنا عنا اياه هيدي، كل واحد مع الأربعة الباقيين، يعني ما كان في حدا يحس حاله إنه عم بيمثل مع واحد أو وحدة مش مريحته، كان مرتاح. هلا يمكن أنا ورولا أكتر شيء، لأنه بنضلنا نشوف بعض. في حدا أكيد دائما بيكون في حدا بترتاح زيادة. وعباس هلا وعادل، مع نحن عاملين صرنا شيء 3000 سكتش بحياتنا. ما نرجع نشوف شيء جديد؟ ما بعرف، لأنه الشباب يعني عم نجرب أوقات نعمل شيء هيك، بس ما عم تزبط معنا انه نرجع نعمل هيدي لانه اشتقنا نحضر هيك سكتشات بسيطه، يعني منا ثقيله لا على السمع ولا على النظر، وبنفس الوقت هي بتكون عم بتضحكنا كثير. يعني كل يوم الكل حيكون ناطر انه متى ما في مثله، او ما بعرف. يعني هلا بيسالوني كثير هذا السؤال، دائما بوجهه وبقول لهم انه ان شاء الله خير، وتابعوا اعلاناتنا، ما بتعرفوا شو بصير. بس نحن هلا عم نعمل انا ورولا وطوني ابو جوده. مزبوط، كان بدي اسال عن لا يلا لا كنت واصلت له. عم نشوف انه عم تنعرض كذا محل، يعني مش انت بلشنا خبرنا شوي. عملنا مسرحيه زبطناها ومنا ستاند اب، هي يعني مثل سكتشات مجموعين ببعضهم، فيها اغاني، فيها شويه ستاند ابات صغار وهيك. عرضناها اول مره بالكويت، واجوا كتير الحمد لله الليبانيز بيبل هونيك، لانه وجوهكم معروفه. لانه العالم يمكن من الصغير للكبير هلا ما في حدا بتشوفه غير ما دغري بيعرف رولا، ناعم، عادل، توني. فقد ايه بتنبسط بس تروح خاصه لبرات لبنان وتشوف العالم قد ايه بتتذكر. يمكن في مره حدا قال لك انه او يعني قال انت جمله قايلها بمسلسل، مش مسلسل، ببروجرام او بستاند اب كوميدي قديمه. اكيد قد ايه الكلمه دائما بقول هول الجمل تبعولنا قد ايه بتنبسط بس حدا مش من لبنان. يعني شوف قد ايه انتم واصلين، قد ايه انتم مؤثرين بالعالم، مش بس بلبنان. هلا هو هذا الجمهور اللي عم نحكي عنه بالكويت هن اكثرتهم لبنانيه، في كان بيناتهم شوي من الاردن، شوي من مصر ومن الكويت. بس عادة اللبنانيين اللي كانوا يحضرونا بعضهم هلا بيحضرونا على اليوتيوب، وبضلوا متابعين هول الاشياء اللي عم تحكي عنهم، فحافظين كل شيء تقريبا، وبذكروني باشياء انا مش متذكرها. وغير الكويت هلا عندنا نقلرات كمان كمطرح بالدول العربية، بعتقد دبي وابو ظبي وقطر
والسعوديه وبعدين كندا يعني. لبنان لبنان تركيهم شوي الاخر، خليهم يتشوقوا في اكثر. تيما مسك ما فيكم تشوقونا هالقد يعني خاصة إذا عم نشوف هالقد عم تروحوا على كل البلدان بدنا نشوف بلبنان بدنا لا معلي مش بدنا ما تطولوا علينا. ما هو هيك نعمل هيدي البرمة على السريع عن الاغراض وبنرجع بنعمل. شو سر الاستمرارية؟ شو بتحس في هيك مثل قاعدة معينة لازم كل ممثل يتبعها تيضله مستمر بنفس الطريقة اللي هو بلش فيها، أكيد للأحسن بس ما يكون عم بيتراجع لورا؟ هو العفوية بتلعب دور مهم. بعدين إذا العالم لحقوا حبوا للشخص على مدى هالسنين بصير أهين له يضله مستمر إذا عارف شوي يشتغل على الأشياء اللي عم بقدمها، ما يقدم شو ما كان ويخبصها مثل ما بيقولوا، خليه يضل محافظ على مستوى معين. بعدين هيدي أوقات بتجي من دون ما واحد يتعلمها، يعني مثل موهبة، مثل يعني شغلة هيك إلهية ربانية، بيجي الواحد يمكن أهضم من غيره أو بيقدر يحكي مع العالم بشكل أقرب، بحبوه أكتر، أريح. ما بعرف يعني في أشياء بتلعب دورة خارج شوي عن هو، بس هو لازم يعرف كيف مع الوقت يزبطها أكتر ويحافظ عليها وينميها وهيك. كلمة بكلمة بدك توصف لي الكوميديا بكلمة. الترفيه عن النفس وعن الروح. كلمة سوري. ما بيأثر بنقطع. السوشيال ميديا وسيلة لابد منها، ما في مثله. برنامج محبوب أو ما بيتكرر، ما بعرف. عن جد ما بيتكرر، وعلى أمل إنه هو يتكرر، مش يتكرر. هو لما ما يتكرر يعني بدنا اياهم يتكرر بنفس العناصر. يمكن في بيجي مثله، مش انه ما في مثله، في مثله، بس تيكون بهيدا الرونق اللي عنده اياه. كانوا هالخمسه نحن يعني كنا مع بعض. الصديق الحقيقي. الصادق والوفي. بدك شو اسم؟ فيك اذا عندك اسم، بس اول ما قلت لك صديق الحقيقي اذا يعني في اسم دغري لا دغري بيخطر على راسي الصفه تبعيته للصديق الحقيقي، غير انه شخص. هلا الاشخاص في كتير فيهم البركه وكل شيء، ما فيك مثلا نسمي شخص عنه، بس هو كصفه هو اللي بيكون صادق معك كانه صادق مع حاله. الستاند اب كوميدي بالنسبه لنعيم شو هي الستاند اب كوميدي؟ هي وسيله مباشره للضحك. النقد ضروريه اذا كان بناء مش هدام. الزواج مشروع مشكوك بأمره إنه ينجح دايما وبنقز الواحد ياخده، بده يفكر أوقات شي 70 سنة. أكيد الكل سألك ليه بعد ما تجوزت؟ ليه بعد ما تجوزت؟ هذا الجواب، لأنه مشروع كتير مهم وما في الواحد ياخد هيك قصص. بعدين في فترة ما كنت محضر حالي ومهيأ ماديا وهيك قصص يعني، فبعدين لما صارت القصة جاهز أكتر صار الفرص أقل لأنه مع الوقت بينقصوا. مين البنت؟ شو كاركتير البنت يلي معقول تعجب نعيم؟ هيك شيء ما بدك اياها بكلمه واحده؟ لا هلا مش بكلمه واحده، هلا خلص هلا لا، تكون مرتبه، تكون لبقه، تكون ذكيه، تكون مثقفه. ما قلنا عن الشكل، قصدي اول شيء بنرجع تكون حلوه وهيك بيجوا بعض. اليوم اذا بدنا نعمل بدك تعمل انت تقدم سكتش بعنوان يوميات لبناني 2025. اوكي، شو اول مشهد هلا بيخطر على بالك؟ سكتش يوميات لبناني هلا بال 2025. هيدا موضوع المي وهيك. ما قصدي انت سالتي لانه هلا دارج، هلا يمكن لما تنعرض الحلقه يكون صار ورانا. مزبوط. بس كيف بجسدها نعيم؟ يعني هلا اذا قلت لك اعطيني هلا هذا المشهد، اكتب لي اياه، قل لي اكيد مش بالتفاصيل، ما لك هذا الوقت، بس اعطيني هيك شوي انه شو بيركب براسك دغري اذا نقيت هذا الموضوع. في شغله بس هي دارك كوميدي، بلاك كوميدي، ما بعرف اذا بتنقال، اذا بدك شيء تخيل حدا من اللي بيقعدوا حرام هيك برحشوا بين الكراتين، طبعا نقول غير شيء بيطلع له قنين من هلا بدك تختار بين خيارين رح اعطيك اياهم، الضحك ولا الصراحه؟ كيف يعني؟ شو بدي اختار فيهم؟ بدك تنقي انت اذا بالنسبه لنعيم اي الاهم؟ الضحك ولا الصراحه؟ الضحك ولا الصراحه؟ الصراحه. المسرح او الكاميرا؟ الكاميرا. عادل كرم او فادي رعايده؟
عادل كرم لانه فادر عادي مقطعنا هو، يعني صار لي شيء 20 سنه مش حكي. بس بالكوميدي، مش آه. مش كصداقه، ككوميدي. ما في، يعني اثنيناتهم عندهم يعني، بس عادل لانه مشتغلين معه كل الوقت. جرأة بلا حدود او ذكاء بس محسوب؟ جرأة بلا حدود او الذكاء بيكون بس محسوب، يعني مش انه لا الذكاء اكيد محسوب. شو الجرأة بلا حدود؟ بالعكس انا ضده، يعني انه جمهور صغير بيحبك او جمهور كبير بس كبير بالعمر ولا بالعدد ولا شو؟ بالعدد. مم. بس او جمهور كبير بس بينساك يمكن بسرعه او ما بيتاثر. هيديك صغير. ايه. النقد على العلن او وراء الكواليس؟ النقد على العلن اكيد. الارتجال او النص الجاهز؟ النص الجاهز. بتحبه اكثر من الارتجال؟ ايه اكيد، لان الارتجال انا مش انه ما بحس حالي عندي هيدي قصه السرعه، بقدر ما انه اقعد على رواق فكر بالشيء اللي بدي اقدمه، تمنتج كل شيء براسك وتطلع ايه. بس اكيد في مرات تنسى على المسرح، تضطر ترتجل. ايه يعني بنسى اوقات كثير، خاصه اخر مره عملنا شغله صرت انسى وصاروا يضحكوا على اني انسى. يضحكوا على النساء ايه. تبع كنت كاتبهم على ورقه على اساس كل شوي ارجع وين صرنا وقر يصيروا يضحكوا. بس هذا الحلو بالكوميدي انه العالم تضحك. يمكن لو عم تقدم مسرحيه عاديه ونسيت فجاه، ايه. العالم يمكن انه اوكي بضلها ناطره انه يلا ايه صار رح يرجع يبلش. يمكن هذا الشيء هون بيساعدنا انه كوميدي فاخذوها كضحك. بعدين في طريقه معينه، مثلا اذا تلبكت كثير اني عم بنسى وخلص انه قفلت على حالي، بينما لما استعملها هيدي كان عم بتمسخر على حالي وبصيروا يضحكوا اكثر، فبتصير ماده اضافيه. تشتغل مع جيل جديد او ترجع لفريق ما في مثله؟ اكيد مع فريق ما في مثله اذا فيزبل، اذا بتزبط انه نرجع. بس اذا ما زبطت نرجع نضطر يمكن شي مره نعمل شيء مع حدا من الشباب الجديد، ليش لا. اذا بدك تختصر مسيرتك بكلمه او بكلمه تحت ما نكون كثير حددناها، شو بتقول؟ بدك اوصفها يعني؟ حلوه. مسيرتك حلوه والحمد لله وريحه وراضي عنها، هيك اشياء. هذا اهم شيء. ايه، يعني واحد مثلا في اوقات بيعمل شيء بحس حاله ندمان او يا ريت كنت غير شيء او عملت غير شيء. لا كله ماشي تمام وعيني الهي كتر خير الله. ما في شيء قرار ما اخذته بس ندمت عليه، او ندمت لانك ما اخذته. قرار ندمت لانه ما اخذته. في شيء عمل مثلا عرض عليك بس انت ما اخذته بعدين قلت يا ريت قبلت فيه؟ لا بالعكس، في شيء عملت فيه بس قلت يا ريت ما اخذته. شو هو؟ لا بدنا نعرف، ما فيك تحت الهواء. اذا بدك توجه رساله للجيل الجديد يلي هلا هو فايت على الكوميدي بظل هيدا الوضع هلا، وبهيدي السنه تنقول هلا اليوم في جيل جديد بده يفوت عم بيشوف حواليه الكوميدي كيف هي بلبنان اليوم، شو بتقول له؟ شو بتوجه له رساله؟ هن بدهم يعملوا كوميدي يعني، بس هن فايتين على هيدا المجال. بس يمكن لانه هن جداد عم يشوفوا الكوميدي اللي عم تنعرض هلا، ما عم يشوفوا الكوميدي اللي كانت من قبل. شو الرساله او شو النصيحه اللي بتعطوني اياها؟ ليكوا يا عمو كونوا يعني حقيقيين، كونوا صادقين مع حالكم. الاشي اللي عم تقدموه جربوا، بس خلوا شوية ضوابط بينكم وبين الناس اللي عم تحكوهم. يعني ما تستلجئوا بشيء هيك من قريبه، علما انه يمكن في نوع من الكوميديا بيتطلب هالشيء، بس انه قد ما فيكم اشتغلوا على حالكم وحسنوا حالكم، وخليها تكون الموهبة مساعدين حالكم فيها بالدراسة كمان أحلى وأحلى. واحضروا كتير إشياء، هي مهمة يحضروا إشياء تيشوفوا، وإشياء حتى من برا مش مشكل يعني الأجانب. فهيك أولا بتغنى أفكار وكذا، علما أنه هلأ في شيء اسمه تشات جي بي تي أو في شيء اسمه الذكاء الاصطناعي خارب الدنيا. هذا صار بتزتيله أشياء بيعطيك، بس علما انه نحن بنجربها وقت بعده بالنكت، وهذا منه قوي كثير بالنكت. حتى طلعت يعني الكل نعرف انه حتى بالقصص العلميه والطبيه عم بيعطي كثير، والقانونيه خاصه عم بيعطي كثير اجوبه غلط. كمان هذا الشيء ما لازم يكون بس في شغله لازم نعرفها، انه طالعه صاروخيه. يعني احنا هلا بال 2025 يعني ما حدا بيعرف كيف رح تصير قوته بعد سنه مثل هلا. يمكن تكون قوته يمكن يرجع مثل ما طلع بسرعه، يمكن يرجع يختفي بسرعه. ليش؟ هيدي ما بعتقد تصير.
يمكن ينسحب يتوقف صار شيء لأنه مشكل انه عالم يقولوا بدنا نوقف، صح. هذه غير يعني موضوع. بس فكرت هو كمان من اللي كنت عم تقوله هلا انه يشتغلوا ويحضروا ويقروا كمان، ما يتكلوا على بس هذا الموضوع. يمكن مزبوط. يقعوا نهار ما يلاقوا بقى في شيء هو اسمه هيدا تشات جي بي تي يكون هو عم ما يساعدهم. يتكلوا عليه مشان بعدين ما يصير. بس هو هلا اذا فيهم يستعملوه بس يجوجوا افكارهم، يعطونا افكار جديده، بس هن بيرجعوا بيظبطوها على طريقتهم. لأنه يعني اصلا هن لازم تكون هي الموهبه فيهم، يعني أي. الواحد خلقانه فيه. ما في مظبوط. هلا حدا يجي يمكن ما خصه يقول انا عبالي اليوم بصير كوميديان حتى اتعلم. إيه لا في الواحد اللي هو اصلا عنده الموهبه يكون عم بيطور هذا الشيء إيه. وعم بيتعلم، ويمكن عم بيحضر عم بياخذ دروس خصوصيه. بس الشخص اللي هو يمكن ما خصه بهذا الدومين ما في يجي هيك فجاه يعني بده يكون يقرر يكون هو بده يضحك العالم، بس ممكن ما عم يضحك العالم. هو اذا عنده شوي يعني باز، اذا عنده شيء هو حابب بنميه. يعمله بيقدر. بنمي بس بس مش اذا بالمره يعني انه بكون عم بيتعدى على المصلحه، مثل بكل شيء. يعني مثل كان واحد بده يشتغل محاسبه وهو ما بيعرف واحد وواحد بيعملوا اثنين وكذا. فكل شيء هيك المهم الاشياء الاساسيه تكون موجوده، بعدين بيشتغلوا عليها. حتى يعني بالكوميديا وهيك. بدقيقه بدك توجه رساله لجمهورك بلبنان وبرات لبنان، شو بتقول لهم؟ يا حبايب قلبي والله اشتقنا لكم. ايه خليكم دائما عم تحضرونا، بانتظار نرجع نعمل شيء على التلفزيون بشي مطرح، او يمكن على مواقع التواصل على يوتيوب او شيء. يعني نحن حابين نرجع نلتقي فيكم باشياء جديده. بهالوقت ما تنسونا، احضروا هول الاشياء القديمه، ولما يكون عندنا شي حفله شي مسرحيه شي شغله تعالوا شوفوها انه عم نعمل اشياء حلوه، وما رح نقدم لكم شيء هيك شو ما كان. وضلوا بخير، وضلوا احضروا كوميديا بشكل عام، لانه حلو واحد دائما يرفه عن حاله، خاصه بالاوضاع اللي احنا فيها هلا. الكوميديا هي مثل هيك 100%. بريك ايه فخليكم بهالاجواء الكوميديه، وان شاء الله نرجع نلتقى نحن وياهم. نعيم ميرسي كثير على الحلقه الحلوه. ميرسي ان شاء الله لك. نرجع نلتقى اكيد قريبا. ميرسي. ميرسي ميرسي لك. ثانكس.